لو ولادك ما بيحبوش اللحمه مسلوقه وعايزينها على طول مشويه، هقولك النهارده على طريقه سهله وبسيطه، وهتعمليها كمان في الصينيه من غير فحم، من غير وقفه كتير في المطبخ. طعمها خطير وكمان دايبه معاكي كده، ما بتاخدش وقت كتير في التسويه. حطي لايك للفيديو واعملي شير، ويلا نشوف هنعملها مع بعض ازاي. اول حاجه هنبدا بيها، هنجيب الصينيه بتاعتنا، هننزل فيها بمعلقتين كبار زيت، عشان انا هنا هستخدم الزبده. لو هتستخدمي سمنه ما تحطيش زيت عشان الزبده بتتحرق. هنزل كده بمكعب زبده محترم. هاتي بقى قطعيه اللحمه اللي موجوده عندك، انا كان عندي لحمه في الفريزر فقطعتها، اي نوع تكون موجوده عندك. هبدا بقى اقلب اللحمه بتاعتي. انا اول ما نزلت باللحمه سايبه النار عاليه علشان تاخد معاكي الصدمه كده، وتحتفظ برضو بالسوائل بتاعتها. اول بقى ما تاخد معاكي اللحمه اللون الجولد القمر ده من الناحيتين، ابداي ارفعيها كده في طبق جنبك، وخلصي بقى بقيه كميه اللحمه بتاعتك اللي انت محتاجاها. انا خلصت كل كميه اللحمه بتاعتي، انا عامله كميه اللهم بارك. هنزل كمان بمكعب زبده صغير. هنا بقى هاتي بصلتين كبار، اضربيهم في الكبه، قطعيهم مكعبات اللي يريحك. هنزل عليهم بمعلقه سكر كبيره. يجي برضو مستمره في التقليب. هنزل كمان بمعلقه توم مفروم كبيره. هنزل بقى بالتوابل بتاعتي، ملح، 7 بهارات، شويه فلفل اسمر. لو عايزه تحطي جوز الطيب، انا ما حطيتش جوز الطيب عشان انا حاطه في السبع بهارات. لو بتحبي الحاجه سبايسي هتنزلي كمان بربع معلقه شطه. اديها كده تقلبتين تلاتة كده لغايه ما ريحه التوابل بتاعتك تطلع. ابدأي انزلي بقى بكميه اللحمه بتاعتك. هنزل كمان بكوبايه ميه، بس لازم الميه بتاعتي تكون سخنه. هحط بقى ورق لوري، حبهان. الخطوه دي اختياري، بس هي بتفرق في الطعم، بتخلي الطعم كده في حته تانية خالص. هنزل بمعلقتين كبار او 3 معالق كريمه طاي، انا كانت عندي فاستخدمتها، مش عندك ما تصعبيش حاجه على نفسك. الخطوه دي مهمه قوي عشان تطلع لك اللحمه دايبه معاكي. غطيها بقى وسيبيها على نار هاديه، وكل شويه تزوديها كده شويه ميه، والميه بتاعتك لازم تكون سخنه لغايه ما اللحمه بتاعتك تستوي. هتطلع معاكي دايبه وطعمها خطير. عايزه اقولك اللي كان طعمها خطير وما خدتش مني وقت كتير، وكمان زي ما انت شايفه كده لونها تحفه ودايبه وطعمها رهيب. ان شاء الله جربوها تعجبكم. لو عجبك الفيديو ما تنسينيش في اللايك والشير، وسلي على رسول في الكومنتات، وربنا يحسن ما بين ايديكم.